السلام عليكم مشاهدينا الكرام. اليوم غادي نفتحوا واحد الملف مهم جدا اللي صدم الجميع. ملف ماشي ديال جريمه عاديه، بل جريمه في حق الروح الرياضيه وفي حق الامن العام بالمدينه ديالنا. حنا اخواني اليوم امام معطيات صادمه وصور كتخلي الواحد يطرح الف علامات استفهام. ماشي مجرد شغب ديال الملاعب كيف ما كيبغي البعض يسوق ليه، هو استباحه الممتلكات الغير وترويع الامنيين في مدينه بركان. مدينه كانت كتسنى عرس كروي، فاذا بها كتلقى راسها داخل حرب ديال الشوارع. اخواني اخواتي، شنو اللي خلى الامور توصل لهذه الدرجه؟ وشنو هما المستجدات اللي كتقول اننا امام ظاهره اعمق من مجرد كره قدم؟ خليوكم معايا اخواني اخواتي، غادي نحللوا هذا الشيء بخطوه بخطوه. اخواني، قبل ساعات من صافرة البداية وبالضبط في محيط الملعب البلدي ببركان، تحول جو من احتفالية بنصف نهائي عصبة الأبطال الإفريقية لساحة معركة. إخواني، تخيلوا معايا عائلات جالسة، ناس خدامة على رزقها، وفجأة كيتحول كل شيء لزجاج مهرس، طاولات وكراسي مشتتة في الأرض. القهوة اللي كانت كتجمع الناس ولات شاهد على لقطات عبثية. هنا كيتطرح السؤال الجوهري: شكون كيعطي الحق لهاد الشباب اللي للأسف كيوصفوا راسهم بالمشجعين أنهم يمدوا يديهم على ممتلكات الناس؟ الصور اللي توصلنا بها كتوثق حجم الخراب وكتطرح سؤال حول المسؤولية الجنائية لهاد المحسوبين على جماهير الجيش الملكي، اللي عوض ما يشجعوا فرقتهم اختاروا يكتبوا تاريخ اليوم بالخراب. إخواني، القوات العمومية دخلت استنفار امني كبير، سيارات سطاف وقوات مساعده كلها كانت في خط المواجهه لتفريغ المتجمهرين وضبط النظام. تحقيقات بدات وتوقيفات تمت بالفعل، ولكن كمحلل امني كنقول: واش البوليس هو الحل؟ واش خاصنا نردوا الملاعب تكنات عسكريه باش نضمنوا الامن؟ المشكل اعمق من مجرد تيكي او سعه ديال الملعب. كاين مشكل عقليه، كاين مشكل تاطير. الناس اللي هنا كانت تحتج على عدد التذاكر المحدود، ولكن واش ندره التذاكر كتعطي الحق في الحرق والرشق بالحجاره؟ هذا الشيء كيبين اننا قدام سلوك اندفاعي كيفتقر للامن مستويات الوعي بالمسؤوليه. دابا اخواني، بغيتكم تفكروا معايا في مول القهوه، في المواطن اللي طوموبيلتهم ترسات، في الساكنه اللي ولات كتخاف تخرج للزنقه نهار الماتش وليداتها هما ما كيخرجوش. هادشي ماشي خسائر ماديه فقط، هادشي جرح نفسي كيبقى وسط هاد المدينه ديال بركان. المضحك المبكي هو التناقض اللي كنعيشوه ملي تشد بنادم وكيتحط قدام الميزان ديال العداله. كتبدا العائلات والوالدين يترجاو ويطلبوا السماحه. واخا فين كانت هاد الرزانه قبل ما تبدا الروينه؟ فين كنتو ديك الساعه قبل ما تحطوا قدام امر الواقع؟ علاش كنوصلوا لهذا المستوى من السيبه؟ الكره خاصها تدخل تكون كفرجه ومتعه وترفيه، ماشي وسيله باش تدمر المستقبل ديالك وتدخلك للحبس وتدمر معاه حتى السمعه ديال فريقك وبلادك. اخواني، الماتش تسالى، الفرقه ربحات وفرقه خسرات، هذه هي سنه الحياه الرياضيه، ولكن اللي بقى هو الخراب اللي خلاوه وراهم. خاصنا نغيروا العقليه، خاص الإطراس يتراجع الدور ديالهم. اما تكونوا عنصر تاطير وتوعيه، او انكم غادي تبقاو مجرد عبء على الرياضه الوطنيه. شكرا للجميع للمتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله.